مساء الخير يا شباب، اخباركم ايه؟ معاكم دكتور بشوي من صفحة دكتور ساينس. احنا اخدنا المرة اللي فاتت رسومات المراية، ازاي نرسم رسمة المراية المقعرة. النهاردة بإذن الله هناخد رسمة العدسة المحدبة. طبعا زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان الرسمة بتاعتك هي اللي بتبين اذا كنت شخص منظم ولا لأ، والرسمة بتاعتك لو مرسومة بشكل كويس بتخلي المصحح يبقى مبسوط ويديك درجة الرسم كاملة. تمام، ويبقى نفسه مفتوحة كده وهو بيصحح. لكن لو الرسمة شكلها مش كويس ومعمولة بشكل مش كويس فدوت هيخلي المصحح ممكن ما يديلكش الايه، الدرجة. طيب، اول ما تشوف كلمة وضح بالرسم، ركز معايا ركز معايا يا ابو الجناجين يا جامد. لو قلنا وضح بالرسم عدسة محدبة، اول ما تشوف الكلام ده ارسم الرسمة اللي هقولها لك ديت من غير ما تبص على المعطيات. سيب المعطيات للاخر، ارسم الرسمه اللي هقولها لك ديت فين الاول. طيب، لو تفتكروا في المرايه كنا بنرسم المرايه على الجنب عشان كل الكلام بيبقى في الجزء دوت. طب المره دي هنرسم عدسه، العدسه رسمتها تبقى في نص الصفحه اهو، في النص اهو. اجيب الصفر اهوت على السطر والتسعين على السطر. شايف معايا سطر اتنين، سطر اتنين، اجي من عند السطر التاني من فوق لحد السطر التاني من تحت، او السطر التاني من فوق للسطر التاني من تحت زي ما انت شايف، واجي قالب المنقلة. تمام، بردك اوقف عند الصفر اهوت كده، حطيت الصفر على الخط واجي اقرب 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 اهو لحد ما الوجه التاني للعدسة يتكون معايا اهو بالمنظر ده. اهي بقت عدسة حلوة اهو، احسن من العدسة اللي بنجيبها من المكتبة. يلا بينا نبتدي نقسم العدسة دي نصين. نقرب كده شوية اهو، شايف كده معايا؟ نقسم العدسة نصين اهو، ناخد خط من فوق خالص لتحت خالص بالمنظر ده. بص كده معايا اهو. نبتدي نرسم المحور اهو، نيجي شادين خط يمين، خط يمين اهو، وادي خط شمال اهو. الله عليك يا دكتور بشوي، خط اهو يمين وخط شمال. زي ما قلنا في المراية ان المسافة ما بين البؤرة والمركز هي المسافة ما بين البؤرة والمراية. طيب في العدسة المسافة ما بين العدسة والبؤرة هي المسافة ما بين البؤرة والمركز. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. من المركز البصري ناخد 3 سنتي اهو، حطيت الصفر 3 سنتي اهو يا سيدي. يا ابو الجناجين يا حتوت، انا عامل الفيديو ده عشانك اهو. حطيت البقرة. طب بعد البقرة ب 3 سنتي نحط المركز اهو، اهو كده ندخل الصفر اهو. الله عليك يا دكتور بشوي، تعملها بالظبط المركز اهو. بس معلش شد حتة بعد المركز، عشان لو قال لي ان الجسم وضع بعد المركز اهو، شدينا حتة اهو بعد المركز. تمام. طيب هنا نيجي قايسين 3 سنتي تاني اهو. ده قبل ما احط اي حاجه، قبل ما اقرا اصلا المعطيات وقبل ما اعرف هو عايز مني ايه اهو. حطيت البؤر واجي هنا 3 سم تانيين احط المركز. كده انا رسمت رسمه المقاسات بتاعتي فيها صح، وهنبتدي نشتغل عليها. طيب، جه قال لك عدسه بعدها البؤري 3 سم، يبقى من المركز البصري للبؤره 3 سم. قال لك عدسه، ركز معايا، بعدها البؤري، بعدها البؤري بيساوي 10 سنتي يا سيدي. بعدها البؤري كام؟ 10 سنتي. والجسم وضع، الجسم وضع على مسافة، قول 25 سنتي، 25 سنتي. حلو الكلام. يبقى بعدها البؤرة 10 سنتي، يعني من المركز للبؤرة هنا 10 سنتي. تمام كده. طب الجسم وضع على بعد 25 سنتي، يعني من هنا لهنا 10 سنتي، وادي 10 سنتي تانيين، ادي كده كام؟ 20 سنتي. هو اتحط على بعد 25 سنتي، يعني محطوط بعد المركز. محطوط فين؟ بعد المركز. طلعنا بعيد عن المركز بشوية اهو، وجينا راسمين السهم بتاعنا. يلا يا ابو الجناجين يا حدوته، يلا نرسم. خدنا اول شعاع ضوئي خارج من السهم، خدنا اول شعاع ضوئي اهو، دخل اهو موازي.
طيب يدخل لحد فين؟ لحد الخط اللي في النص. لحد فين؟ لحد الخط اللي في النص. طيب اللي بيدخل موازي دوت اهو يا سيدي. اللي بيدخل موازي يخرج منين؟ من البقرة، مظبوط كده اهو. يلا بينا، خرجناه من البقرة، كلام جميل. طيب تاني خط يدخل ايه؟ يدخل من المركز البصري. يدخل منين؟ من المركز البصري. ثبتنا اهو فوق، وادي المركز البصري. خد بالك انا ماسك، انا دايس على المنقله بايديا جامد عشان المنقله ما تتحركش. كمل كده معايا اهو، بص اهو. حلو الكلام دوت. الصورة هتتكون فين؟ هتتكون هنا اهو، ما بين المركز والبقرة اهو يا سيدي. طيب لما يجي يقول لك ايه الصفات او الخصائص بتاعت الصورة اللي ظهرت لك، بص هنا السهم كان واخد من اول السطر اللي فوق للسطر اللي تحت. طب هنا ده بقى مصغر، بقى واخد من فوق لحد نص السطر. يبقى اول حاجة صورة مصغرة. تمام. طيب دي حقيقية ولا مش حقيقية؟ حقيقية. وايه تاني؟ مقلوبة. السهم كنت راسه لفوق بقت راسه لتحت، مقلوبة. طيب عايز اقول لك كلمة في ودنك، ان اي سواء في المراية او في العدسة، لو الجسم واقف على البقرة فالصورة بتاعته بتتكون في اللانهاية. ركز معايا، لو الجسم واقف على البقرة سواء في العدسة او في المراية فالصورة بتتكون في اللانهاية. يلا بينا، لو واقف على البقرة في العدسة او المراية الصورة بتتكون في اللانهاية. قولها مرة كمان وحياتي. تمام. لو الجسم واقف على البقرة في العدسة او المراية الصورة بتتكون في اللانهاية. طيب لو واقف بعد البقرة سواء في العدسة او في المراية الصورة بتاعته بتكون تقديرية. بتكون ايه؟ تقديرية. تمام كده. شايف الرسمة حلوة ازاي؟ بعد كده بقى سقط او حط المعطيات اللي هو مديها لك. هو كان قايل لك ان البعد البؤري 10 سم، يبقى تيجي هنا وتكتب له 10 سم عشان المراقب يفهم ان انت عارف ان من هنا لهنا دوت اسمها البعد البؤري. عايز تكتب هنا 10 سم كمان، اكتب هنا 10 سم كمان. تمام كده. بس كده وبكده انتهت حلقتنا النهارده مع دكتور ساينس في رسومات العدسة وازاي نرسمها. حابين تعملوا حاجة تانية، في حاجة واقفة قصادكم او كده، اكتبوا لي في الكومنتات وانا عينيا ليكم. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب علشان اقدر انزل لكم فيديوهات تانية برضك تفيدكم، وقولوا لي انتوا محتاجين ايه وانا معاكم. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة وفلسطين ان ربنا يوقف الحرب ويعيشوا في سلام من اول وجديد. كان معاكم دكتور بشوي من صفحة دكتور ساينس.